كلمة التطوير نفسها مش كلمة واحدة، هي كلمة بتنقسم لكذا حاجة. في تطوير شخصي، في تطوير مهني، في تطوير صحي اجتماعي وهكذا. فالنقط دي كل نقطة فيها كذا حاجة. رقم واحد وهو التطوير الشخصي، ذاتك شخصك ازاي اطوره. اتعلم كل يوم حاجة جديدة حتى لو بسيطة، في الاخر يبقى معاك مخزون معلومات تقدر تتحرك بيه. اتنين، هتطور من مهاراتك ومجالاتك عموما، اي مكان هو مجالك تطور منه دايما. تلاتة بقى، حاول تهتم بالقراية حتى لو انت ما بتحبش القراية. ممكن تشوف مثلا كتب وتلخيصها، تمام. ممكن تشوف تصفح في موقع مثلا او في حد انت بتحب تسمع له، وتسمع عن الحاجة اللي انت عايز تسمع لها دي من الشخص نفسه. المهم ان انت تبقى في معلومات داخلالك دايما. نيجي بقى للتطوير المهني، شغلك وحياتك ومستقبلك. مهم جدا ان انت تطور من مهاراتك انت بقى، زي ما قلت ايا كان انت مجالك ايه. لازم النهارده في جديد، بكره في جديد. النهارده التطور اللي فيه ده احنا كل ساعه في جديد. فلازم انت حسب مجالك اللي انت فيه تقدر انت تعرف كل يوم عندك ايه الجديد، وابدأ ان انا تنمي نفسك مع المهارات دي. تملي تسهل على نفسك بالادوات المتاحه معاك. يعني زي ما مثلا المجال المهني او الفني مثلا، كان زمان كانوا بيخرموا البنط الشنيور، كانوا بقالة كده شنيور كده يدوي، تمام. النهارده بقى الشنيور بقى بطاريه، بقى كهرباء، بقى اسرع. فتملي شوف انت مجال شغلك ايه، وحاول تجيب ادوات تسهل عليك الشغل ده. اسلوبك مع الناس، يعني انت مثلا لو انت تاجر او رائد اعمال، تملي انت تطور مع الناس اللي حواليك، تطور مع المجتمع اللي انت فيه، بحيث ان انت تفيد وتستفيد. هنيجي للتطوير الاجتماعي، علاقاتك والمجتمع اللي انت عايش فيه. تملي انت ارمي نفسك كده باللغة البلدي مع الناس الناجحة، الناس اللي هي شايفها مستقبلها كويس، بتفيدك بمهارات جديدة، بتفيدك بمعلومات جديدة. خليك وسط الناس دي عشان انت اطلع من منطقة الراحة، تمام. في كان كذا حد بيتكلم عن او كذا كتب او كذا فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن منطقة الراحة دي منطقة ما تفضلش فيها، لا اطلع منها وارمي نفسك مع الناس الناجحة.